قبر رشدي أباظة المشؤوم اللي تسبب في حادثة شنيعة، واللي طلب رشدي أباظة إن القبر بتاعه يتفرش بالحنة، فحدثت كارثة. لقب رشدي أباظة بالإمبراطور، إمبراطور الممثلين، عجمي عبد الرحمن دنجل. دي الشخصية اللي هنتكلم عليها النهاردة، واللي كان ليها أثر كبير في حياة رشدي أباظة، وشنطة أسرار النجوم، وسرداب الأسرار، وصندوق الأسرار لكل النجوم. اسمه عبد الرحمن، والشهير بدنجل، من مواليد 1928. كان آخر أفلام شارك فيها فيلم بلية ودماغه العالية، كان دور صاحب مركب مع محمد هنيدي، وكان لابس جلابية بلدي. عجمي عبد الرحمن الشهير بدنجل هو كومبارس ضحى بشقيقه الوحيد لينفذ وصية رشدي أباظة، ممثل ومنسق مناظر ودوبلير، له ميزة إنه صاحبه وإنسان وفي جدا كان للفنانين، ومن أكترهم رشدي أباظة. كان وفي بطريقة غير عادية. بدأ حياته الفنية سنة 1950، واشترك صدفة عن طريق واحد صاحبه اشترك في قصة الفن والتمثيل والإكسسوار، وصاحبه قال له تعالى عندي تصوير النهاردة. وكان التصوير في فيلم ليلة الدخلة، وما دخل عجمي عبد الرحمن أو دنجل في الفيلم ككومبارس. مثل الفيلم ليلة الدخلة كان بطولة إسماعيل ياسين وحسن فايق وماجدة. راح كان بيتفرج، وأعطاه المنتج والمخرج دور في كومبارس ظهر فيه صامت، ودخل معاهم. والراجل صاحبه كان شغال منسق مناظر واكسسوار، واشتغل معاه في الاكسسوار طوال الأفلام، وبدأ في فيلم خضرة والسندباد الإبلي سنة 1951 بطولة درية أحمد وكمال الشناوي وحسن فايق ومحمود المليجي. ومن هنا كانت انطلاقة دنجل أو عجمي عبد الرحمن. وانطلق بعد كده في الأفلام، فيلم حكم قراقوش، الأنسة حنفي، موعد مع إبليس. ثم بدأ في 1955 يعمل شركة أفلام، ولقت نجاح خلال من 4 ل5 سنوات. أفلامه بدأ من 51 ل55 بيشتغل بقى وفهم الشغلانة، وبقى اشتغل مهندس ديكور ومناظر. كان معظم مهندسي المناظر كانوا بيجيبوهم من إيطاليا ومن ألمانيا. بقى في فيلم إسماعيل ياسين في الجيش مهندس مناظر، وعمل أفلام الفتوة وأبو حديد سواق نص الليل، وهو كان مبتكر مناظر الأفلام، وعمل ديكور ومنسق مناظر ل50 عمل فني، آخرها فيلم الشرس سنة 1992. ساب الموضوع ده لما كبر وسابه لأولاده، وعمل مكتب كبير جدا للإكسسوار وتنسيق المناظر. مثل في 4 أعمال أو أكتر، منهم ليلة الدخلة، ومسلسل متاعب المهنة، ومسلسل أولاد آدم، وفيلم بلية ودماغه العالية. وناس قالت عليه اشتغل في 28 فيلم. في فيلم ليلة الدخلة عمل دور دونجل، اللي هو اسمه اللي اشتهر بيه بين الممثلين، وطلع عليه اسم العمل ده. يعني كان اسمه دونجل في الفيلم، وبقى اشتهر، وبقت حياته بقى اسمه دونجل بين الممثلين والقائمين على الأعمال السينمائية. 60% من اللي اشتغل فيهم كومبارس كانوا من أصدقائه. من بين الفنانين والممثلين كان صديقه الصدوق الفنان رشدي أباظة الإمبراطور. اشتغل معاه دوبلير اشتغل دوبلير لرشدي أباظة في فيلم بورسعيد سنة 1957، وكانت دي بداية الصداقة برشدي أباظة اللي حبه واشتغل له دوبلير. يلا. وأثناء تصويره كدوبلير لرشدي أباظة في فيلم بورسعيد اتعور وخد شظية في المشهد، وكان بيحكي وبيقول: رشدي أباظة من مرؤته ورجولته خدني وشني وداني في العربية بتاعته. لا، ده لما اتصلوا بالإسعاف والإسعاف اتأخرت، رشدي أباظة خدوا لأقرب مستشفى وعالجوا على حسابه. من يوميها وهو ما بيسيبش رشدي أباظة لغاية لما مات. قال دونجل عن رشدي أباظة: أنا كنت سره والكتوم. واتكلم عليه أحمد رمزي وقال عنه إن رشدي أباظة كان لما بيشرب ويسكر كان واحد بس هو اللي بيديله حقنة علشان يفوق، هو دونجل. قال إن رشدي أباظة كان بيشرب كتير جدا، وكان جون دونجل ده كان بيخاف عليه، وكان صاحبه جدا وصديقه، وكان بيعزه جدا جدا. وطلع على رشدي أباظة إشاعة إنه شاذ جنسي، ولكن دونجل مسكتش. الموضوع ابتدى لما كانت بنت رشدي أباظة اسمت كانت عليها علاقة حب بجوز زبيدة ثروت،
وكان عاوز يطلق زبيدة ثروت ويتجوز بنت رشدي أباظة اسمت، وكان بينه وبين زبيدة ثروت مشاكل كتير. ولما عرفت زبيدة ثروت إن جوزها ليه علاقة باسمت بنت رشدي أباظة حبت تنتقم منهم، ولأن ليها قريبها صحفي قال لها سيبيلي الموضوع ده أنا هخلصه. وراح الصحفي كان شغال في جريدة ملك للأمير خالد بن سعود. دنجل عبد الرحمن الصحفي دنجل عبد الرحمن عرف إن الصحفي ده هو اللي مطلع الإشاعة على رشدي أباظة، وقال وقتها شاف الصحفي دنجل وهو بيديله الحقنة وطلع على رشدي أباظة إنه شاذ جنسيا. رجع دنجل وقال إن رشدي أباظة راجل محترم ونفى عنه الحكاية دي. يلا قام صحي رشدي أباظة من النوم وطلب إن هو الجرايد وإنه يقرأ. خبوا عنه الجرايد وشالوها عنه. المهم قرأ الموضوع وعرف الموضوع ده اللي خلى رشدي أباظة يلبس بسرعة وينزل من بيته ويروح لخالد ابن سعود في لغاية بيته. لقى البوديجاردات والعمارة طبعا اللي كان بيسكن فيها كان فيه بوديجاردات، لكن رشدي أباظة ما هموش ومسك الأمير خالد ضربه واتلم عليه البوديجاردات وخناقة كبيرة، وجاب له الصحفي اللي موجود في المجلة اللي هو يملكها ومسكه ضربه، وعرف ان الاساس الاشاعة دي هي زبيدة ثروت. ولما رشدي أباظة جه يموت وعرف ان اجله قرب بعت احمد رمزي لعجمي او لدنجل وقال له ان انا هندفن في الحتة الفلانية وتفرش تحت القبر بتاعي حنة وتحطني فوق الحنة. ولما جه رشدي أباظة مات عيلته أصرت الدفن في مكان معين، والكل كان يدفنوه في قبر كان بيتهدى على رشدي أباظة. ولكن عجمي عبد الرحمن قال لهم هو مصيني انه يدفن في نزلة السمان جنب الأهرامات وهو شاري القبر بتاعه. بس عجمي وقتها نسي ان هو يجيب الحنة اللي وصاه بيها رشدي أباظة. بعت لاخوه وقال له روح جيب شوال حنة وتعالى بسرعة. لقى عجمي عبد الرحمن اخوه اتأخر، راح له في الطريق وهو ماشي في الطريق لقى موتوسيكل اخوه مرمي في الارض وعامل حادثة واخوه متوفي. شال الحنة شوال الحنة وراح أثناء دفن رشدي أباظة وفرش الحنة ودفن رشدي أباظة، وبعد كده دور على أخوه المتوفي. والناس لمته قالت له ازاي تسيب أخوك وتروح لرشدي أباظة؟ قال لهم انتوا ما تعرفوش رشدي أباظة ده الرجولة كلها. رشدي أباظة ده أكرم واحد في الوسط الفني، كان كريم جدا جدا بطريقة غير عادية وكان محب للفقراء. بس مشكلته الوحيدة انه كان بيشرب كتير. رشدي أباظة كان بينصر الضعيف وبيقف جنب المحتاج، وكان بيطلع رواتب شهرية بالهبل وفلوس على الفقراء، وفضلت المرتبات دي تطلع بعد وفاة رشدي أباظة بفترة كبيرة جدا. وانتقل جثمان رشدي أباظة من المقبرة دي لمقبرة تانية أخرى بسبب المياه الجوفية. انتقل جثمان رشدي أباظة من مقبرة لمقبرة، انتقل مرتين 3 حتى مقر جثمانه دلوقت.